لو عايزة تعملي بقى حلا يكون طعمه حلو وفي نفس الوقت ما ياخدش منك اي وقت في تجهيزه، يبقى ما قدامكيش حاجة غير هو التيراميسو. حلا لذيذ قوي وكفاية ان كله بيتعمل على البارد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجة هنحتاج اي نوع بسكوت سادة. زي ما انتوا شايفين كده انا كان عندي انواع كتير من البسكوت، لميتها كلها. عايزة تستخدمي نوع واحد تمام، عايزة تعملي زي اي انواع مختلفة عندك مفيش مشكلة، الوصفة مش هتقول لا. وبعد كده جهزت كوباية كبيرة من اللبن بس يكون سخن. سخن يا جماعة بس لكن مش مغلي. ونزلت عليه بمعلقة كبيرة من أي نوع قهوة سريعة الذوبان موجودة عندك. لازم اللبن يكون سخن عشان القهوة تدوب معاه. بعد كده سبته على جنب. دخلت في الخطوة التانية وهي تجهيز الكريمة. استخدمت كيسين من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه اللي انا استخدمته اللي هو الاكياس اللي هي فيها سكر، فعشان كده انا ما ضفتش سكر. نزلت بكيسين كريم شانتيه، وعشان اخلي الطعم غني اكتر نزلت عليهم بمعلقه كبيره من القشطه اللي هي القشطه البلدي اللي بتبقى موجوده على وش اللبن، ومعلقه كبيره من الجبنه الكريمي. ونزلت عليهم بنص كوبايه من اللبن المثلج. اللبن كان بارد جدا، طلعاه من الفريزر. وبدات اضرب بالشكل ده لحد ما القوام بيتقل. القوام هنا تقيل معايا، يعني انا لو بعمل كريم شانتيه اي وصفة تانية طبعا قوام الكريمة كده تقيل، هحتاج ازود شوية لبن كمان. لكن هنا انا مزودتش، لان انا هحتاج ان انا ازود شوية حوالي ربع كوباية من اللي هو الخليط اللبن بالقهوة سريعة الذوبان اللي احنا كنا لسه عاملينه مع بعض. فده خفف معايا القوام وظبط لي قوام الكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. بس حلو قوي كده، انا كده خلصت الكريمه. هسيبها بقى على جنب. وده اللبن بالقهوه سريعه الذوبان. ومعايا البايركس بتاعي او الصينيه اللي هعمل فيها. اول حاجه بعملها باخد بسكوت الساده، بحطه في اللبن بالقهوه واطلعه على طول، ما سيبوش كتير عشان ما يبوش، يا دوب انزله واطلعه على طول. بعمل طبقتين على بعض. انا كده خلصت الطبقه الاولانيه، بعمل طبقه تانية زي ما انتوا شايفين كده. ما بين كل طبقتين بسكوت بحط طبق من الكريمه. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. انا هنا بدات احط طبقتين البسكوت التانيين، برضو بكرر نفس الخطوات. زي ما انتوا شايفين كده بحط طبقتين بسكوت وبعدين عليهم طبقه من الكريمه. هخلص الطبقتين وارجع احط طبقه كريمه. اظن الموضوع سهل. زي ما قلت لكم اي نوع بسكوت موجود عندك. انا قصدت في الوصفه دي ان انا الم كل البسكوت اللي موجود عندي في البيت واعمل بيه، عشان ابين لكم ان مش شرط ان انتوا تبقوا عندكم نوع معين. حابين طبعا تعملوا بنوع واحد، لو انتوا لسه هتنزلوا تشتروا البسكوت علشان تعملوا الوصفه طبعا هاتوا نوع واحد هيبقى احسن طبعا. بس لو ما عندكيش عادي متوقفيش نفسك على حاجه. هنا حطيت البسكوت وحطيت الكريمة ورجعت عملت طبقتين بسكوت تاني ورجعت حطيت كريمة تاني على الوش. وسويت الكريمة بالشكل ده. دخلت الصينية التلاجة لمدة حوالي ساعتين لحد ما تتماسك معايا. وبعد كده بحط رشة كاكاو، لو حابة تحطي كاكاو خام اللي هو بدون سكر تمام براحتك. لو حابة تحطي كاكاو محلى، انا حطيت كاكاو محلى عشان الكاكاو الخام بيبقى مر شوية. بس ده وقت التقديم، يعني بتحطيها قبل التقديم على طول. يلا بقى نشوفها مع بعض. شايفين الطبقات من جوه عاملة ازاي؟ طبقات البسكوت مع الكريمة ومتماسكة عشان دخلتها التلاجة ترتاح ساعتين. رهيبة يا جماعة، رهيبة مش قادرة اقولك. طعم القهوة مع البسكوت مع الكريمة طعم رهيب. لو بتحبي تشربي القهوة هتحبي الطعم ده قوي. ممكن تعمليه مع نسكافيه، مع قهوة، مع قهوة بلبن، مع ايس كوفي. رهيب يا جماعة مع اي حاجة منهم. التيراميسو من اسهل واحلى الحلويات البارده اللي ممكن تعمليها، اللي لو نفسك رايحه لحاجه حلوه ومكسله تقومي تعمليها هتبقى هي دي الوصفه المنجزه بالنسبه لك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، تشاركوها مع كل اللي بتحبوهم. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.